السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ الأخبار؟ بشرى سارة: نزول تنسيق ثانوية عامة 2023، وده نظرا لصعوبة امتحان الأحياء وصعوبة امتحان الكيمياء، فبالطبيعي إن التنسيق هينزل. جبت المعلومة دي منين يا عمر؟ من دماغي، والله من دماغي. طب غيري جاب المعلومة دي منين؟ الفيديوهات التانية اللي انت أكيد ده مش أول فيديو تشوفه عن الموضوع ده. غيري جاب المعلومة دي منين؟ من دماغه. والله برضه من دماغه. وده كان السبب ان انا اعمل لك الفيديو ده. الفيديو عن حوار نزول تنسيق ثانويه عامه. طب ايه اللي خلاني اعمل الفيديو ده تحديدا؟ ان انا لقيت قنوات كبيره من القنوات اللي الناس بتتابعها والناس بتحبها منزله فيديو زي ده. بشرى سارة نزول التنسيق يا جدعان، عرفتوا ازاي؟ من دماغكم. طب في نتيجه طلعت؟ طيب في اي مؤشرات عن اي حاجه من الوزاره نزلت؟ لا مفيش. طب انت عرفت ازاي؟ من ده. العلم في الراس مش في الكراس. يلا انا مش لسه عامل لك فيديو يلا من اول امبارح ولا اول امبارح بقول لك فيه ما تبوظش اجازتك بايدك، ما تخليش الناس تضحك عليك. يلا انا مش لسه قايل لك يلا ما تخليش الناس تضحك عليك يا بابا؟ والله العظيم ما حد يقدر يتوقع التنسيق. طب انا هقول لك على حاجه، هقول لك على حل حلو. وبص، بعد الفيديو ده باذن الله انت مش هتخش على اي فيديو من الفيديوهات اللي بتبوظ عليك الاجازه دي. انا عايزك تدخل في السيرش بتاع يوتيوب تكتب توقعات تنسيق ثانويه عامه 2022. اعمل كده بس، هتلاقي فيديوهات كتير قوي ظهرت لك. الفيديوهات دي كلها قبل هتلاقيها ايه؟ هتلاقيها مثلا في شهر كام؟ هتلاقيها مثلا في شهر 7 الشهر اللي فات، اخر شهر 7، اول في نص شهر 7 كده، اللي هو بعد الامتحانات بتاعتنا على طول، بعد ما خلصنا امتحانات على طول، كانت اصلا ما فيش نتيجه ظهرت ولا اي حاجه. افتح الفيديوهات دي، هتلاقي طبعا الفيديو ده هو الفيديو الوحيد اللي عليه ريتش في القنوات الصغيره. هتلاقي الفيديو ده عليه ريتش جامد، وبقيه فيديوهاته ما عليهوش اي ريتش. افتح الفيديو بقى وشوف بيقول ايه في الفيديو. التنسيق هينزل. كل الفيديوهات حرفيا كانت بتقول ان التنسيق هينزل. ليه بتقول ان التنسيق هينزل؟ لان عارف ان الطالب اللي فاتح الفيديو فاتح عشان مستني كلمه ان التنسيق هينزل. هو مستحيل في الفيديو يقول لك التنسيق هيرفع، حتى لو كان من توقعاته كده من دماغه برضه بيقول ان التنسيق هيرفع، فهو مستحيل في الفيديو يقول لك ان التنسيق هينزل. ليه؟ لانه عايزك تسمع الكلمه اللي انت عايزها. ليه؟ لان انت لو خدت الكلمه اللي انت عايزها انت هتديله لايك، هتديله سبسكرايب، هتديله كومنت حلو، هتعمل كل الحاجات اللي هو عايزها. هو عايز ريتش يا بابا، والله العظيم هو عايز ريتش، مش عايز اكتر من كده. طب اقول لك على المفاجاه الاكبر بقى. المفاجاه الاكبر ان بعد كل فيديوهات بتاعه التنسيق هينزل دي، التنسيق رفع. والله العظيم التنسيق رفع، ورفع 2% كمان، مش رفع 1% ولا درجتين ولا 3 درجات، 2%. ولكن ده مش معناه زي ما قلت برضو، ده مش معناه ان التنسيق السنه دي كل الناس تقول هينزل ويقوم تلاقي التنسيق رفع. لا، الموضوع ما بيمشيش كده. لو شخص قال لك ان التنسيق هينزل والتنسيق نزل فهو بينجم بدماغه، جت بالحظ، لزقت كده بالحظ. ولو قال لك ان التنسيق هيرفع والتنسيق رفع فعلا برضه بدماغه بالحظ. مفيش اي مؤشرات على اي حاجه دلوقتي. مفيش اي مؤشرات مبدئيا، انت نتيجتك ما ظهرتش اصلا. مفيش يعني، في مواد لسه ما صححتش اساسا، في مواد لسه ما خلصش تصحيحها. على اي اساس بتقول لي ان كده؟ او والله انا شفت امتحان الكيمياء صعب، شفت امتحان الاحياء صعب، بس يبقى التنسيق يحصل ايه؟ التنسيق يرفع، هينزل قصدي، التنسيق هينزل. هو ده اللي هو هيقولوا لك يعني. لو على فكره امتحان الاحياء بقى السنه اللي فاتت كان مليان غلطات، الامتحان نفسه كان مليان غلطات. اه كان في اسئله كتير غلط، وكان ناس كتير نازله تتناقش على الاسئله بقى، وحاجات كتير غلط في البتاع، واللي هو مفيش نموذج اجابه ولا في اي حاجه، زي اللي بيحصل السنه دي برضه. ان دايما ما هو امتحان الاحياء ما انا نسيت اقول لك، امتحان الاحياء دايما بيجي رخم. امتحان الاحياء دايما بيجي رخم. انا ناقص 16 درجه في الاحياء في سنه 2021 انا ناقص 16 درجه في الاحياء. الفيديو ده انا فاتحه اقول لك ليه كده. انا ليه فاتح الفيديو ده وكاتب لك العنوان ده اللي انت داخل علشانه، اللي انا متاكد ان انت شفته في مكان تاني قبل كده، عشان اقول لك ما تخليش الفيديوهات دي تبوظ عليك حياتك، تبوظ عليك اجازتك. انت طول ما انت متوتر من الفيديوهات دي، طول ما انت بتدور على الفيديوهات دي، فانت ممكن في مره تفتح فيديو يقول كلام انت مش عايز تسمعه. ممكن تفتح فيديو من الفيديوهات دي يقول لك التنسيق رفع، وده طبعا نادر قوي تلاقي التنسيق رفع. انت بعد ما تسمع كلمه التنسيق رفع هتتوقع ايه؟ هتعمل ايه؟ هتفضل لاوي وشك، اجازتك بتروح، وقتك بيعدي، ب... الوقت بيجري، الوقت بيجري منك. مفيش، ما انت خلاص سمعت التنسيق رفع، خلاص اتقفلت بقى. قعدت تفكر كتير، لو التنسيق رفع طب انا هجيب كام؟ انت اصلا ما تعرفش مجموعك، انت ما تعرفش مجموعك عشان تعرف التنسيق رفع ولا التنسيق نزل. طب اقول لك على حاجات كمان. انت عارف ان بعد ما النتيجه بتظهر اصلا، التنسيق ما بيظهرش بعدها على طول، بياخد فتره حلوه كمان بعدها على ما يظهر التنسيق.
يعني اصلا التنسيق بيظهر بعد ما ملء الرغبات. يعني ايه ملء الرغبات؟ انت اول ما نتيجتك بتظهر بينزل لك بقى، بيقول لك ان ايه، مرحلة أولى هتبدأ كذا كذا، مرحلة أولى من مثلا 88، مرحلة تانية من 75، مرحلة تالتة من معرفش إيه، وأنت بتشوف مجموعك بقى أنت في أي مرحلة. وكل مرحلة بينزل لها كده. يعني مثلا المرحلة الأولى ليك 3 أيام تملى فيها الرغبات. يعني تملى فيها الرغبات في لينك كده بتنزله لك الوزارة اسمه ملء الرغبات. يعني ملء الرغبات بيكون عندك بتاع 70 رغبة، بيحط لك الكليات كلها كده على جنب ويحط لك الرغبات. انت بتفضل بقى ترتب الكليات اللي انت عايز تحطها، الكليات المتبقيه. يعني انت مرحله اولى كل الكليات معاك بتكون مفتوحه، تقدر تحط اي كليه انت عايزها. تبدا بقى بطب بشري، طب بشري القاهره، بعد كده طب بشري بقى حلوان، طب بشري مش عارف انا طب بشري موجود حلوان لا اصلا، بس يعني ايا يكن. يعني هي الفكره ان انت بترتب الكليه على حسب الاماكن بتاعتها، بعد كده الكليه الثانيه، بعد كده الكليه الثالثه، لحد ما تملي ال 70 رغبه بتوعك. وطبعا انت مش بتعبي كل الكليات لان في كليات، يعني انت بتاخد اعلى كليات انت عايزها يعني، تمام. بعد كده المرحله الثانيه، الكليات اللي اتبقت بقى من مرحله اولى، الكليات اللي اتملت في مرحله اولى خلاص تخش على المرحله الثانيه. الكليات اللي فاضله المتبقيه لمرحله ثانيه بقى، افضل رتب زي ما انت عايز، حط زي ما انت. المرحله الثالثه اللي اتبقى بقى حط ورتب زي ما انت عايز. بعد كده يبدا يشوفوا بقى الرغبات، ويشوفوا بعد ما الرغبات تتملي وكل الطلبه حطت رغباتها، نشوف بعد كده التنسيق هيبقى ايه ظروفه. عرفت التنسيق بيظهر امتى؟ التنسيق مش بيظهر دلوقتي خالص. التنسيق مش بيظهر دلوقتي خالص، ومفيش حد يقدر يتوقع التنسيق. والفيديوهات دي هتلاقيها كتير، هتلاقيها كتير قوي بنفس العنوان اللي انا حاططه لك ده، والله اغلبهم هيكون بنفس العنوان بالظبط اللي انا حاططه لك. فبلاش كل ما تلاقي العنوان ده تدخل على الفيديو ده، على فيديو من النوع ده. انا حاطط العنوان ده لاني عارف ان هو جذبك، شدك، داخل وعايز تعرف هو ليه التنسيق هينزل، ايه الدليل على التنسيق هينزل. انا بقول لك من دلوقتي مفيش دليل على ان التنسيق هينزل، مفيش دليل على ان التنسيق هيرفع، مفيش دليل على اي حاجه عن التنسيق. ليه؟ لان التنسيق لسه بدري قوي 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 عليه. افرح يا ابني بالاجازه دلوقتي، بلاش حد يعكنن عليك حياتك. والناس دي هتلاقيها كتير، الناس دي هتلاقيها كتير قوي، وهتلاقيها من قنوات كبيره، وهتلاقيها من ناس متعود انك تلاقيها معاك، وهتلاقيها برضه من قنوات انت اول مره تشوفها في حياتك. هو بيعمل كده ليه؟ لان الفيديو ده عارفه هيجيب له ريتش، الفيديو ده هيكبر له قناته، الفيديو ده هو مش مستفيد حاجه. هو مش مستفيد حاجه من ان هو يقول لك ان التنسيق هينزل، ولا مستفيد حاجه ان هو يقول لك التنسيق هيرفع، غير الريتش. عارف لو في فيديو تاني هيجيب له ريتش هيعمل الفيديو التاني، ومش هيعمل لك الفيديو ده لو هو عارف ان الفيديو ده مش هيجيب ريتش مثلا. فبلاش تضيع على نفسك الاجازه بانك تقعد تدور في الفيديوهات دي في الفيديوهات دي. وانا بقول لك من دلوقتي الفيديوهات دي مش هتبقى في الفتره دي بس، لا الفيديوهات دي هتفضل معاك لحد ما التنسيق ينزل فعليا. وانا بقول لك من دلوقتي التنسيق مش بينزل غير بعد فتره حلوه قوي، لان لسه معاك فتره على ما النتيجه تظهر، بعد كده فتره على ما ينزل لك المرحله الاولى والمرحله الثانيه والمرحله الثالثه، بعد كده تستنى على ما كل واحد يعبي الرغبات بتاعته، كل مرحله تعبي الرغبات بتاعتها، بعد كده بقى يستنى لحد ما يظهر لك نتيجه التنسيق ايه. شفت احنا بنستنى لحد امتى؟ طول الفتره دي هتلاقي الفيديوهات اللي انا بقول لك عليها دي، هتلاقي فيديوهات من النوع بتاع العنوان اللي انا حاططه لك ده دلوقتي. والله العظيم ما بهزر، هتبقى كتير قوي. وهتبقى في قنوات بيبقى نفس القناه منزله لك الفيديو ده يجي 3 4 مرات، بيقول لك ان التنسيق هينزل، التنسيق هينزل كل يوم، كل يوم بينزل لك فيديو يقول لك التنسيق هينزل. طب بعد ما التنسيق هيرفع هو مش فارق معاه، انت كده كده غالبا اصلا القناه دي بتكون قناه صغيره، انت ما تعرفهاش. والقنوات الكبيره اللي بتنزل عن الحاجات دي الناس بتنسى اصلا الفيديو بتاعهم ويبداوا يركزوا مع التنسيق، ومحدش بيتكلم معاهم بعد كده. فوعدني اصلا ان ده يبقى اخر فيديو تتفرج عليه من النوع ده. لان والله انا فتحت انا بالصدفه وانا بقلب كده في اليوتيوب، لقيت قناه كبيره منزله فيديو بشرى ساره نزول التنسيق، هل التنسيق هيرفع، هل معرفش ايه. وفيديو تاني قناه صغيره خالص، قناه صغيره خالص خالص منزله بقى نتيجه تنسيق ثانويه عامه 2023. لا ده مش مش بيقول توقعات حتى، لا نتيجه تنسيق ثانويه عامه 2023. يا ابني انت عرفت منين؟ ده لسه مخلصين امتحانات اول امبارح، انت عرفت منين الكلام ده؟ لا ما تعرفش، ما تعرفش والله بيجيبوا الكلام ده منين، ما تعرفش. بس هو كده كده قناه صغيره محدش يعرفه، وهيلم منك شويه مشاهدات وخلاص. انت كده كده محدش عارفك، فقول اللي انت عايزه، اهبط زي ما انت عايز بس. فوعدني يا اسطى ان ده يكون اخر فيديو تشوفه عن الموضوع ده. ما تخليش حد يعكنن عليك الاجازه، لان انا اتعكنن عليا اجازتي السنه اللي فاتت بسبب الفيديوهات دي، وانا اتفرجت عليها كتير. بس ده كل اللي انا كنت عايز اقوله لك في الفيديو ده. 10 دقايق، يمكن طولنا عليكم شويه برضه.
ولكن عندي مفاجاه ليك على فكره. فيديو القناه الجديده اتصور. بص، هو مش بنفس الجوده بصراحه يا جماعه اللي انتوا كنتم، يعني مش هيبقى فيديو عالي قوي بقى وبتاع، ولكن ادينا بنحاول. اولا ولا خلينا نشوف الفيديو لما ينزل، يعني لسه صور بس لسه ما تمنتجش بقى والحاجات دي، فهينزل قريب باذن الله. فهتلاقي لينك القناه الجديده موجوده في الديسكريبشن وموجود في البين كومنت، تقدر تشرفني على القناه الجديده. وفي فتره قريبه باذن الله اول فيديو على القناه هينزل، محتوى جديد اول مره تشوفوه مني، يعني اول مره تشوفوه مني. تمام. بس فسلام.